بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه نبذة عن السادة الشرفاء آل بوهماد، أمراء القبيلة الكريمة المشغوف. فجدهم السيد شريف بوهماد ابن منصور ابن عمران ابن علي ابن محمد ابن بوعلي ابن رزق ابن أحمد ودي، أحمد الملقب ودي، ابن حسان الصغير، ابن موسى ابن حامد ابن سعيد ابن حسان كبير، ابن مختار ابن محمد ابن عقيل ابن معقل، ابن محمد ابن علي ابن موسى الأكبر ابن عبد الله ابن موسى الهراج ابن محمد العالم ابن جعفر الأمير ابن إبراهيم الأعرابي ابن محمد الرئيس ابن علي الزينبي ابن عبد الله الجواد ابن جعفر الطيار رضي الله عنه وارضاه. وهكذا ساق النساب الشريف محمد سعد والحمى الله وسيد بكر آل عمر الطالب الناصري حفظه الله ورعاه من كل سوء. ساق عمود نسب بوهماد إلى رزق ابن أدي ابن حسان، وهو الصحيح، وقد ساقه قبله المؤرخ المختار بن حامد رحمه الله تعالى. وعلى هذا فالصحيح أن بوهماد هو من أولاد رزق وليس من أولاد الليم، وإنما الشرفاء أولاد الليم أخواله وابن عمومته. وسادة الشرفاء بوهماد كانوا في آدرار، وانتقلوا منه مع بقية مشروف إلى تقانت، ومن تقانت إلى العصابة والحوضين، واستقروا هناك وأسسوا إمارة هناك. فقد بقي منهم في آدرار لمبعج وأرويقنات، لمبعج وأرويقنات بقوا في آدرار. ومنهم رجل الأعمال المشهور سيد شريف بومبو وسيد بادي طال الله عمره في طاعته. ومن آل بوهماد في الحوضين وما جاورهما أولاد إبراهيم الذين منهم أولاد محيميد، ثم الهمد، ثم أهل موسى وأهل سيدي والمحم والعبلات وأولاد علول وأهل عمر والمبارك والدبيبسات وأولاد مساق، أولاد مساق وأولاد مساق والحمان. وهذا ما يحضرني في ذاكرتي الآن من ذرية الشريف بوهماد، وأعتذر إن كنت قد نسيت بعض الفروع لم يحضرني أنا في ذاكرتي. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخوكم في الله محبكم فيه أبو محمد الحسن بن الشيخ سليمان بن موسى بيدي الراشد الصالح الحسني.